السلام عليكم. عارفين كده لما تصحوا من النوم مش عايزين تطبخوا او تعملوا اي حاجة؟ ممكن تطلبوا دليفري كمان. بس النهارده بقى هعمل لكم طبق بيخلص في نص ساعة بس، ما بياخدش اي وقت خالص. انا بحب اطبخه لما هو مثلا تكون عاملة اكل مش عاجبني، بطبخه بيخلص معايا في ثانية. لما اكون جاية من الجامعة كده ونفسي هفاني على حاجة مختلفة لازم اعملها. بجد الطبق ده من احلى الاطباق اللي انت ممكن تاكليها في حياتكم. لسان العصفور بالكبد والقوانص. يلا بينا ندخل في الطريقة على طول. اول حاجة معانا حلة، ننزل فيها بمعلقتين سمنة ومعاهم زيت. ممكن كمان ننزل بزبدة، يعني خليط بين الزبدة والزيت والسمنة، وممكن سمنة وزيت وممكن زبدة وسمنة. اي حاجة عندك حطيها. اول ما الزيت يسخن كده، انا عايزة زيت سخن، هننزل بلسان العصفور. معانا كيس 500 جرام. الكيس عامة ما بيكونش كامل قوي، فانا كان عندي حبة ضفتهم عليه، يبقى كده معايا 500 جرام بالظبط. هم حبة صغيرين. وهبدأ اول حاجة بقى احمر لسان العصفور. بصوا مش هياخد وقت خالص، واحنا بنحمر لسان العصفور هنعمل الحاجة التانية معاه، يعني هنعمل الكبد والقوانص. فانت هتكوني شغالة في الاتنين، فهيخلص في ثانية. انا هفضل احمر كده وادخل بقى على تاني حاجة. جبت طاسة ونزلت فيها برضو بسمنة او زيت او زبدة اللي انتوا تحبوه، وهبدأ انزل ببصلاية او بصلة ونص متقطعة صغير كده، وابدأ اتبلها. احنا ممكن البصل عامة على حسب رغبتك، ممكن تحطي بصلتين كمان، اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم كمان ان احنا ممكن واحنا بنتبل البصل ننزل بالبهارات بتاعتنا، اللي هي البهارات اللي انا اقولها، بس انا مش هحط بهارات دلوقتي. ومعايا كمان توم، فصين توم كده متقطعين صغير. ممكن ننزل التوم الاول وبعدين ننزل على البصل، اي حاجه اللي انت تحبيه. المهم الاتنين يتبلوا مع بعض كويس قوي. انا هنا كنت سايبه البصل وبحمر كمان في لسان العصفور. ما تلاقيش البصل مش هيحصل له اي حاجه طالما كده كده انا ايدي الاتنين في الحاجه. هننزل بقى بالقوانص بتاعتنا متقطعة قطع كده. ممكن تقطعوها قطع على حسب ما انتوا عايزين، بس ريت تقطعوها قطع كبيرة شوية عشان تبان في لسان العصفور. هنبدأ بقى نقلب كده مع بعض. نزلنا بالقوانص الأول عشان هي بتاخد وقت في السوا، فده الأفضل ليها. هفضل أقلب فيها برضو لحد ما تتشوح وتاخد لون كده، وهسيبها بقى أو أغطي عليها واسيبها تستوي نص سوا كده، مش عايزاها سوا كامل. وبعد ما تستوي بقى هنزل عليها بالكبد بتاعتنا، متقطعة صغيرة او متقطعة متوسطة. لو عايزينها كبيرة او ممكن تقطعوها كبيرة، بس انا مفضلش انها تكون كبيرة قوي، المتوسطة بالنسبة لي احلى. وهسيبها برضو تستوي نص سوا معاها. وهنزل دلوقتي بقى بالباقي المقادير بتاعنا. معايا طماطميتين مبشورين، وممكن عصير طماطم، بس بشر الطماطم احسن. هنبدأ نقلب كده، الطماطم حرفيا بتودي طعمها في حتة تانية. وهبدأ انزل على بقى البهارات بتاعتنا. كل بهار هنزله هقلبه. هننزل عليها بنص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة كمان من الكمون، وهقلب. ونص معلقة من الملح او معلقة من الملح، الملح عامة حسب الرغبة، بس ما تزوديش في الملح قوي لحد ما تدوقي طعمها. كل ما اخد تحط توابل عليها اقلبه، وده حتة حلوة يعني. وممكن كمان نحط كل المقادير مرة واحدة ونقلبها مرة واحدة. وهنزل بقى عليهم بمعلقة كمان من السكر، معلقة صغيرة من السكر كده، بيديله طعم تاني حرفيا، وكمان بيعادل مزازة الطماطم. وبحط كمان فلفل اسود، نص معلقة فلفل اسود. يبقى معانا البهارات بتاعتنا سهلة خالص. نص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة ملح، والملح حسب الرغبة، ونص معلقة فلفل اسود وسكر. وهننزل عليها بقى بشوية من الشوربة، مش هننزل بكتير، شوية شوربة زي ما انتم شايفين كده. ممكن نحط بدل الشوربة مرقة دجاج، بس انا ما بحبهاش بصراحة، يعني ما بحسهاش صحية أوي كده، وما بحبهاش في الأكل، فأنا مش هستخدمها. هنزل بالشوربة عادي خالص، وهسيبها تغلي غلوتين كده وأقفل عليها. أنا في الحتة دي غطيت عليها، يعني أول ما شفتها بتغلي كده غطيت عليها وسبتها على النار. أول ما تغلي غلوتين هقفل عليها.
لسان العصفور اللي معايا بقى انا حمرته وبوريهولكوا كده، بفضل اقلبه في بعض كده. ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزه اغمق من كده. طبعا لو انت عايزاه اغمق من كده براحتك، بس ده لون عاجبني، يعني ده اللون اللي انا بحب احط فيه الطبق بتاعنا. فانا هعمل كده وابدا اجيب التتبيله اللي احنا عملناها، تتبيله القوانص والكبد. شايفين عامله ازاي؟ على فكره احنا بنغلي غلوتين، الميه بتاعتها مش لازم تتبخر الشوربه يعني. هنبدا ننزل عليها بقى كده على لسان العصفور. احنا ممكن لو عاملين الكبد والقوانص في الحله ننزل بلسان العصفور عليها، براحتكم. ممكن كمان ناس بتحب تعمل كده عشان تصفي الزيت شويه من لسان العصفور، بس انا كان حلو يعني، ما كانش زيته تقيل قوي. وهبدا انزل بشوربه، ممكن طبعا ننزل بميه، بس انا فضلت ان انا انزل بشوربه، برضو الشوربه بتديها طعم حلو قوي. كانت الكميه اللي معايا خدت كوبايتين من الشوربه، ما خدتش ازيد من كده. انا عايزه اقول لكم بقى، الشوربه اللي نزلت بيها شوربه بارده، ما هي سخنه ولا دافيه حتى. كمان لو نزلت بميه هتنزلي برضو بميه بارده. انت لو عايزه تنزلي بميه سخنه مفيش مشكله، بس كده كده البارده برضو هتنفع. وهغطي عليها بقى تسويته شكل تسويه الرز بالظبط، مفيش فيه فرق بينهم. انا دلوقتي عاملاها على نار متوسطه. اول ما الميه بتاعتها تنشف او الشوربه بتاعتها تنشف هنبدا نهدي عليها ونسيبها بقى تستوي مع براحتها كده. ما نفتحوش عليها الا لما تستوي، كل شويه خدها تقليبه كده. شايفين بقى لسان عصفور مفلفل ازاي ومش ملزق في بعضه، حقيقي حقيقي خطير. انا بقى جبت الطبق اللي هقدمه فيه. طبعا الطبق ده ينفع طبق جدا للعزومات. تعرفين الطبق ده طبعا بيتعمل في الافراح، فينفع جدا للعزومات. وانتوا كمان لو انتوا عندكم شبكه وانتوا طابخين، او عندكم فرح وانتوا اللي طابخين، ممكن تعملوه بكميات كبيره، وبجد بجد هيعجب كل المعازيم. انا وانا صغيره كنت مسميه الطبق دوت الرز الاحمر، من كتر حبي فيه. يعني ما كنتش اعرف ان هو لسان عصفور بكبد وقوانص. الطفل بقى بيبقى صغير مش عارف حاجه، بس بجد بجد كان من احلى الاطباق اللي انا بحبها. حتى لما كبرت برضو بحبها قوي. على فكره احنا كمان ممكن نعملها في طواجن، يعني ممكن ناخد الطاجن بتاعنا كده ونحط عليه الشوربه ونحطه في الفرن، وده برضو طعمه خطير. ان شاء الله اعمله لكم في مره لوحده. احنا ممكن كمان نزينه بأي حاجة، نحط فوقها كده طماطماية، طماطم متقطع شرايح، فلفل، خضار، اي حاجة عندنا تكسر الطبق شوية. بس هو بجد كده كفة بجد. المهم بقى انا عايزاكم تجربوه وتقولوا رأيكم تحت في كومنت. بجد الكومنت بتاعكم هيفرحنا قوي. شايفين بقى من قريب عامل ازاي؟ بجد بجد شكله خطير. انا ما بلغش والله، بس بجد انا بحب الطبق ده قوي، وانتوا بجد لو عملتوه هتحبوه اكتر مني كمان. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.